أقوى إعلان لأندرويد في مصر حصل الساعة 3 الفجر ومحدش دفع فيه جنيه. موبايلك قالك استعد، الأرض هتتهز قبل ما أنت نفسك تحس بالزلزال. فجر 3 أغسطس زلزال بقوة حوالي 5.6 درجة ضرب منطقة شمال السويد. ناس كتير على أندرويد وصل لهم التحذير قبل الهزة بثواني. بس استنى، الموبايل ما تنبأش بالمستقبل. الزلزال كان بدأ فعلا عند مركزه وطلع موجات أولية سريعة وضعيفة نسبيا. موبايلات أندرويد القريبة والثابتة بتلقط الحركة دي بحساس صغير اسمه أكسلروميتر، نفس الحساس اللي بيخلي الشاشة تلف لما تميل الموبايل. ولما عدد من الأجهزة يسجل نفس الاهتزاز في نفس المنطقة، جوجل بتحلل الإشارات وبتبعت تحذير للناس اللي الموجات الأقوى لسه ما وصلت لهمش. بس العبقرية هنا مش في الحساس وبس، العبقرية في تجربة المستخدم. في لحظة الخوف النظام ما طلبش منك تفتح ابلكيشن ولا تدور ولا تفهم خريطة الزلزال، هو جالك بنفسه في الوقت الصح برسالة واضحة في خطر جاي، وده اللي المفروض تعمله دلوقتي. وهنا اندرويد ما بقاش مجرد نظام تشغيل فيه كاميرا وتطبيقات وبس، بقى نظام انت حاسس انه راجل كده واقف في ظهرك. ممكن تشتري تليفون عشان مواصفاته، لكن لما النظام يسبق الخطر بثواني ويحاول يحميك، هو مش بس كده بيكسب اعجابك، هو كده بيكسب ثقتك. تجربة المستخدم مش دايما زرار شكله حلو او انيميشن حلوة، ساعات تجربة المستخدم تبقى ثواني قليلة تغير علاقتك بمنتج كامل. تابع ما وراء الواجهة، لان اهم تصميم هو اللي يظهر وقت ما تحتاجه فعلا.